الحرف التراثية. يلا بينا. الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دائما وأبدا. هنشرح دلوقتي الدرس رقم 1 في الوحدة الثالثة والأخيرة اللي بعنوان الحرف التراثية. بس خلي بالك الدرس ده طبقا للتعديلات الجديدة اللي أقرتها الوزارة، في حاجات اتحذفت. خلي بالك بقى اللي أنا هقوله ده الجديد خالص اللي مفهوش المقرر عليك إن شاء الله. طلاب الأعزاء، طلاب سنة رابعة، ركز معايا كده. تعالوا مع بعض نسافر ونروح رحلة جميلة إلى مدينة اسمها مدينة النوبة. يلا معايا اركبوا الباص ده عشان نسافر. يلا. مدينة النوبة لما نوصلها نلاقي إن المدينة دي غير كل المدن اللي في مصر. يعني إيه اللي مختلف فيها؟ أقول لك شكل البيوت حتى مختلف. بص كده معايا، البيوت شكلها عامل إزاي؟ جميلة، فيها ألوان جميلة، شكل البيت نفسه مختلف غير كل البيوت اللي موجودة في مصر. دي مدينة ايه يا صديقي؟ دي مدينة النوبة. طب هي فين مدينة النوبة دي؟ اقول لك مدينة النوبة تبع محافظة أسوان. طب فين محافظة أسوان؟ أقول لك في جنوب مصر. طب ممكن أشوفها على الخريطة؟ أقول لك عينيا. تعالى بص معايا كده. مدينة أسوان تقع هنا كده بالظبط في جنوب مصر، قريبة من السد العالي. اقول لك قريبة كمان من بحيرة ناصر، وانت عارف الكلام ده لانك شاطر. طب تعالى بقى، انا بعد ما شفت شكل البيوت الحلوة ممكن الاقي ايه جوه البيوت دي؟ اقول لك برضو ممكن نلاقي حاجات ما تشوفهاش في اي مكان، تشوفهاش غير في النوبة برضو. زي ايه؟ اقول لك يا صديقي، هنشوف حاجة اسمها القلة. القلة؟ اقول لك القلة دي حاجة بنحط فيها المية عشان نشرب منها، وعلى فكرة بتخلي المية ساقعة. يبقى القلة دي برضو حاجة معمولة وعملها النوبيين، وكل المصريين بيعملوها بإيديهم. اقول لك احكي لك عنها كمان شوية. يبقى ممكن اشوف القلة. كمان ممكن اشوف ايه؟ اقول لك اشوف سجاد يدوي جميل خالص جوه البيوت بتاعه النوبة. ايه السجاد اليدوي ده؟ اقول لك سجاد معمول بالايد، معمول من الوان جميلة، موجود جوه البيوت، معمول بالايه؟ بالايد، عشان كده بسميه حرف تراثية. كمان ممكن اشوف ايه؟ اقول لك اشوف السلة، واشوف ايه كمان؟ الاطباق الملونة. طب دي معمولة من ايه؟ اقول لك معمولة من حاجة اسمها الخوص. ايه الخوص ده يا مستر؟ اقول لك يا صديقي، الخوص ده اللي هو ورق النخل، ما بيرموهوش، بيجيبوه يعملوا منه السلال والاطباق الملونة دي. يبقى الموضوع صعب؟ اقول لك مش صعب. طب القلة او السجاد اليدوي او الاطباق والسلال مين اللي عملها؟ اقول لك معمولة على الايد. يعني ايه معمولة على الايد؟ يعني معمولة يدويا. اهو بعنوان الدرس بقى حرف التراثية. معناها ايه؟ هي الصناعات المعتمدة على الايدي العاملة، يعني معمولة بالايد، واحنا نعرفها من زمان جدا، من ايام القدماء المصريين كانوا بيعملوا شغلهم على ايديهم. يبقى الصناعات او الحرف اليدوية التراثية معناها الصناعات اللي معمولة بايه؟ بالايد. زي ايه؟ زي القلة، وزي السجاد، وزي السلال والاطباق اللي شفناها في النوبة. تعال نرجع بقى لمنهجنا. هو انا ممكن اخد ايه صناعات تراثية موجودة في مصر وما زالت حتى الان واشوفها في كل مصر؟ اقول لك انا هناخد مع بعض 4 حرف تراثية. كم حرفة؟ 4 حرف تراثية. اللي هم ايه؟ اول حاجة صناعة الفخار، ده اول حرفة هندرسها مع بعض. تاني حرفة صناعة النسيج والسجاد اليدوي، هنعرف يعني ايه. تالت صناعة هناخدها صناعة الخيامية. رابع صناعة هناخدها هي صناعة الزجاج. دول كام صناعة؟ 4 صناعات. تعال ناخد بقى صناعة ونفهمها ونعرف إذا كانت تراثية أو لا. أقول لك هم كلهم حرف تراثية لأنها بتتعمل بالإيد. يبقى الصناعة التراثية هي الصناعات أو الحرف التراثية هي الحرف اللي مالها معمولة بالإيد. أول صناعة يا صديقي هي صناعة الفخار. أول معلومة عايزك تعرفها وضروري جدا تتذكرها وتبقى حاضرة في ذهنك على طول، إن
صناعة الفخار مالها بقى؟ صناعة الفخار أقدم صناعة يدوية في مصر، معروفة من قدماء المصريين ومن قبل قدماء المصريين زمان قوي، في عصور قديمة قوي. يبقى الصناعة تاني، الفخار هي أقدم صناعة يدوية في مصر. دي أول معلومة لازم تركز عليها. الصناعة دي منتشرة النهاردة في القرى المصرية، يعني أي قرية أكيد ممكن ألاقي فيها صناعة الفخار. طب دي عبارة عن إيه؟ أقول لك بنجيب طمي النيل، الطين، ونبدأ نشكله بإيدينا ونعمل منه أشكال جميلة جدا. يبقى هي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على الفن والذوق. كل واحد كده بيفنن في الشكل اللي هيطلعه، والفن اللي بيطلع ده يعبر عن الذوق الشخصي ليا. يبقى تاني، صناعة الفخار أقدم صناعة، هي معروفة في كل القرى المصرية، بتتعمل من طمي أو الطين، وبعد كده نشكلها ونسيبها تجف. يعني ايه تجف دي؟ يعني تنشف، وبعد كده يبقى عندي شكل حلو قوي. صعبة صناعة الفخار؟ مش صعبة خالص. تاني صناعة هي صناعة النسيج والسجاد اليدوي. ركز معايا كده، صناعة النسيج والسجاد دي بتتعمل ازاي؟ اقول لك يا صديقي ببساطة خالص. ممكن اجيب خيوط من القطن او الكتان او الحرير او الصوف، خيوط، ونبدأ نعمل ايه؟ نعمل منها السجاد او القماش، او القماش ده اللي اسمه النسيج، والسجادة اللي احنا عارفينه. يبقى بتتعمل ازاي؟ خيوط من القطن او الحرير او الكتان او الصوف، وابدأ اخيطهم مع بعض واعمل منها سجادة جميلة او قطعة قماش رائعة. طب ايه اهم مدينة او قرية ممكن الاقي فيها صناعة النسيج والسجاد دي؟ اقول لك في منطقة اسمها الحرانية في الجيزة. اسمها ايه؟ الحرانية في الجيزة. دي اشهر مكان بنعمل فيه السجاد اليدوي والنسيج اللي انا حكيت لك عنه دلوقتي. يبقى صناعة النسيج والسجاد اليدوي مالها يا صديقي؟ تقول لي هذه الصناعة بنجيب فيها خيوط القطن او الكتان او الحرير او الصوف، ونبدأ نخيطها مع بعض. العمال بيعملوا الكلام ده بايديهم، نعمل منها سجاد او قماش. طب ايه اشهر مدينة؟ تقول لي الحرانية. دي موجودة فين؟ في الجيزة. طيب جات لنا بقى منظمة اسمها منظمة اليونسكو. منظمة ايه؟ اليونسكو. قالت لنا ان الصناعة دي مهمة جدا، فهنحطها على قائمة التراث العالمي. ايه ده بقى؟ اقول لك منظمة اليونسكو دي بتدور على الصناعات اللي مش موجودة في اي مكان، الصناعات الفريدة، الصناعات الحلوة. فهي قررت ان صناعة النسيج والسجاد دي من الصناعات اللي مش موجودة في أي مكان، وحطتها على قائمة التراث، يعني القائمة اللي فيها أهم الصناعات اليدوية في العالم كله، مش في مصر بس. يبقى منظمة اليونسكو دي بتسجل إيه؟ الصناعات اليدوية المهمة. عشان كده بنلاقي سياح جايين من بره مصر عشان يشوفوا بعينيهم الحاجات الجميلة اللي المصريين بيعملوها بإيديهم. ثالث صناعة هي صناعة الخيامية. إيه الخيامية دي؟ أقول لك يعني صنع الخيام، بس الخيام هي بقى اللي شكلها حلو، اللي ألوانها جميلة. طيب دي بتتعمل ازاي؟ اقول لك صناعات يدوية برضو. العمال يجيبوا خيط وإبرة ويفضلوا يخيطوا بإيديهم لحد ما يعملوا خيمة. الله، دي يبقى صناعة تراثية ولا لا؟ تقول لي حرفة تراثية لأنها معمولة بالإيد. ده حتى في شارع اسمه شارع الخيامية في الأزهر، مختص بس إن هو يعمل إيه؟ الخيام اللي شكلها جميل اللي أنا قلت لك عليها دي. صعبة دي؟ تعال نقولها تاني. صناعة الخيامية هي صناعة يدوية؟ صناعة يدوية. بتتعمل ازاي؟ بالخيط والإبرة. طب أشهر مكان شارع الخيامية فين؟ في الأزهر. دي صعبة؟ سهلة جدا. رابع صناعة هي صناعة الزجاج.
الزجاج اللي هو الازاز. اقول لك بس بنعمل منه اشكال بقى، نعمل كوبايات، نعمل فازات، نعمل حاجات حلوه كده من ايه؟ من الزجاج. ودي من الصناعات القديمه في مصر، وكمان صناعه يدويه، يعني بنعمل الكلام ده على ايدينا. واشهر قريه بتعمل صناعه الزجاج هي قريه جراح في محافظه الدقهليه. دي صعبه؟ مش صعبه. يبقى يا اصدقائي، انا خدت لحد دلوقتي ايه؟ تقول لي احنا خدنا الحرف التراثيه في مصر. طب يعني ايه حرفه تراثيه؟ تقول لي يعني الحرف اللي بتتعمل من خلال الاعمال اليدويه، واحنا نعرفها دلوقتي ولا من زمان؟ تقول لي على طول من زمان. طب من اشهر الحرف دي ايه؟ قلنا 4 حرف، تعال نقولهم تاني. تعال. اول حاجه صناعه الفخار، 2 صناعه النسيج والسجاد اليدوي، 3 صناعه الخياميه، 4 صناعة الزجاج. طب كل واحدة في كلمتين 2. تعال. أقدم صناعة فيهم هي صناعة إيه؟ الفخار، ودي من الصناعات القديمة جدا في مصر. دي حاجة. تاني حاجة بتتعمل من إيه؟ من الطين، وبعدين أسيبه ينشف، وبعدين يبقى عندي شكل جميل خالص. طب بنعمله بايدينا؟ اقول لك بنعمله بايدينا. صعبه دي؟ مش صعب. طب صناعه النسيج والسجاد اليدوي، تقول لي بجيب الخيوط. خيوط بقى من ايه؟ من قطن او كتان او حرير او صوف، وابدا اخيطها في شكل جميل، اعمل منها سجاده او اعمل منها ايه؟ قطعه قماش. يبقى دي جميله؟ تقول لي جميله خالص. ودي بتعتمد على الذوق والفن. واليونسكو قالت لنا ايه؟ قالت لنا ان الصناعه دي من الصناعات النادرة جدا، فعشان كده حطيتها على ايه؟ قائمة اليونسكو. ومن اشهر مكان بيعمل الكلام ده قرية اسمها قرية الحرانية. فين بقى؟ في الجيزة. تالت صناعة هي صناعة الخيامية. صناعة الخيامية دي؟ تقول لي هي صناعة الخيام. طب ازاي؟ خيط وابرة واعمل خيمة. طيب يا مستر دي موجودة فين؟ تقول لي في شارع في الازهر اسمه شارع ايه؟ الخيامية. اخر صناعة هي صناعة الزجاج. طب دي بتعتمد على الفن برضو، واشهر مكان بيعملها قرية اسمها قرية جراح في محافظة الدقهلية. يبقى يا صديقي، هل الصناعات التراثية صعبة؟ تقول لي مش صعبة. بس هنا في سؤال، هي الصناعات دي مهمة؟ تقول لي طبعا مهمة. طب ايه دليلنا بقى ان هي مهم؟ نقول ان هي مهمة ليه؟ اول حاجة بتوفر فرص عمل للشباب. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك بتوفر شغل. مش في ناس كتيرة شغالة في الصناعات دي؟ تقول لي يبقى دي اول اهمية. توفير ايه؟ توفير فرص عمل كثيرة للشباب. كمان الصناعة دي بتحافظ على البيئة، مش زي الصناعات التانية اللي ممكن تلوث البيئة. الصناعات التراثية دي بتحافظ على البيئة. ازاي؟ لان انا احيانا ممكن استخدم حاجات من نفايات الطبيعة واعمل منها صناعة. زي ايه؟ مش انا قلت لك السلال معمول من البوص اللي هو ورق النخيل؟ ورق النخيل ده ماله؟ هل كان بيترمى؟ صح؟ كان بيترمى. انما انا جبته عملت منه صناعة وببيعها. يبقى انا حافظت على البيئة ولا ما حافظتش؟ حافظت طبعا. يبقى مهم ولا مش مهم؟ دي تاني اهمية. بتحافظ على البيئة لان انا احيانا بعتمد على ايه؟ المخلفات الطبيعية. وانا قلت لك من شوية ان في سياح بييجوا عشان يشوفوا المناطق الجميلة اللي فيها الصناعات النادرة دي. تقول لي يبقى معنى كده ان هي بتنشط السياحة؟ تقول لي في ناس بتيجي تتفرج على بس المناظر الحلوة دي. يبقى كمان الصناعات دي نشطت السياحة. بس السياحة هنا بنسميها السياحة المستدامة. يعني ايه بقى دي؟ اقول لك يا صديقي، السياحة المستدامة معناها السياحة اللي تفيد البلد وما تلوث البيئة. يعني ايه ما تلوث البيئة؟ يعني السايح اللي جاي ده جاي يتفرج على مناظر حلوة، يستفاد من جمال المنطقة، مش جاي يلوث، جاي يستفيد من المناظر الحلوة. يبقى دي اسمها سياحة ايه؟ مستدامة، تفيد الاقتصاد وما تضرش البيئة. يبقى اي حاجة ما تضرش البيئة اقول عليها ايه؟ اقول عليها مستدامة. كمان السياح بيبقوا مبسوطين قوي وهم بيشتروا الحرف التراثية دي، يشتروا السلال الحلوة والسجاد الجميل والزجاج الرائع بتاعنا اللي احنا بنعمله في بلدنا العزيزة مصر. يبقى تعال نقولهم تاني. أهمية الحرف التراثية كام حاجة؟
3 حاجات. ايه هم؟ تقول لي اول حاجة هي بتفيد الشباب، بتوفر فرص عمل. تاني حاجة بتحافظ على البيئة، لان بعض الصناعات بتعتمد على ايه يا صديقي؟ بتعتمد على المخلفات زي ما قلت لك، البوص وورق النخيل. تالت حاجة بتنشط السياحة، ان هي بقى السياحة المستدامة. طالما الصناعات التراثية دي او الحرف التراثية دي مهمة، هل دولتنا العزيزة مصر بتهتم بيها؟ تقول لي طالما هي مهمة يبقى اكيد الدولة هتهتم بيها. طب ايه دليلنا يا صديقي؟ تعال نشوف شوية ادلة كده تدل ان دولتنا العزيزة بتهتم بالصناعات التراثية دي. تعال وانا اقول لك. الدولة بتعمل حاجة مهمة اسمها رعاية مصالح العمال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس اللي شغالين في الحرف التراثية دي بتشوف احتياجاتهم، بتشوفهم هم محتاجين ايه وتوفرهم لهم. يبقى تاني، لما الدولة توفر احتياجات العمال بتوع الحرف التراثية يبقى هي بتساعدهم. بتساعدهم. يبقى ده اول دور للدولة، رعاية مصالح العمال. كمان الدولة بتوفر لهم برامج تدريبية. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك، يعني بتجيب العمال اللي بيشتغلوا في الحرف التراثية تدربهم على حاجات جديدة تفيد صناعتهم، تعلمهم حاجة جديدة تفيدهم. يبقى اعداد برامج لتعليم الصناع مهارات جديدة. مين اللي بيعمل ده؟ الدولة. بتعمله لمين؟ للصناع. كمان الدولة تعمل لهم مهرجانات واحتفالات. ليه بقى؟ اقول لك عشان يعرضوا فيها المصنوعات بتاعتهم، يجيبوا الحاجة اللي عملوها يعملوها في مهرجانات ومعارض كبيرة جدا عشان الناس تيجي تشوف بعينيهم الحاجات الحلوة اللي هم عاملينها، فالناس تشتري. فمعنى ان الناس تشتري ان هم يكسبوا، يشتغلوا اكتر، يكسبوا اكتر. يبقى الدولة ساعدتهم ولا لا يا صديقي؟ ايوه طبعا ساعدتهم. يبقى تاني تعالى نقول مع بعض كده دور الدولة في ايه بقى يا صاحبي؟ في تشجيع الصناعات والحرف التراثية. اول حاجة رعاية مصالح العمال، تشوفهم محتاجين ايه ويعملوه. تاني حاجة عمل برامج تدريبية لتعلمهم شيء جديد. تالت حاجة تعمل لهم مهرجانات ومعارض عشان يبيعوا فيها ايه؟ كل الحاجات بتاعتهم. زي معرض تراثنا للحرف اليدوية. معرض اسمه ايه؟ معرض تراثنا للحرف اليدوية. مين اللي بتعمله؟ الدولة. طب مين بيعرض فيه البضاعة؟ العمال بتوع الحرف التراثية عشان يكسبوا، فبالتالي نشجعهم يشتغلوا اكتر. كمان يا صديقي في عندنا مدينة عظيمة جدا اسمها مدينة الروبيك. ايه مدينة الروبيك دي؟ اقول لك مدينة للصناعات الجلدية. يعني ايه؟ اقول لك عارف الجلود، جلود الحيوانات، الجلود طبيعية. اقول لك بنجيبها عشان نعمل منها صناعة ايه؟ نصنع منها الجلد اللي هستخدمه في صناعات تانية كتير. يعني ايه؟ وضح لي اكتر. اقول اولا صناعة الجلدية دي من اقدم الصناعات في مصر، برضو من الصناعات القديمة قوي من ايام القدماء المصريين، وهي موجودة عندنا. كمان الصناعة دي بتفيد الاقتصاد المصري جدا. ازاي بتفيده؟ اقول لك لان انا بعمل الجلود دي واعمل منها شنط او احذية وبعدين ابيعها، فتفيد الاقتصاد ولا ما تفيدوش؟ تفيده. يبقى دي تاني معلومة تفيد الاقتصاد المصري جدا. كمان الحرفيين، الناس اللي بتشتغل في صناعة الجلدية، بيبقوا مستعدين جدا ان هم يتعلموا اكتر عشان الصناعة بتاعتهم تتطور. عشان كده بدأوا يضيفوا الالوان الجديدة اللي الناس عايزاها في صناعتهم، يعملوا جلود بالوان رائعة عشان تتباع اكتر. يبقى الصناع حريصين جدا ان هم يطوروا من حرفتهم. اقول وده اللي على كده ان هم بيدخلوا ايه؟ الالوان الجديده. عشان كده الدوله بتعمل لهم ايه بقى؟ بتعمل لهم ورش عمل عشان يتعلموا التصميمات الجديده والالوان الجديده عشان الصناعه بتاعتهم تتطور. عايز اقول لك على معلومه تانية مهمه قوي. ايه هي؟ ان صناعه الجلود في مدينه الروبيكي صناعه صديقه للبيئه. يعني ايه صديقه للبيئه؟ قاعدين مع بعض في المدرسه؟ اقول لك لا يا صديقي، كلمة صديقة للبيئة هنا معناها ان صناعة الجلود ما بتضرش البيئة. يعني ايه ما بتضرش البيئة؟ اقول لك، يعني الصرف الصحي بتاع منطقة الروبيكي، بنجيب المية دي اللي هي طالعة اللي هي مش حلوة، الدولة بتعمل فيه ايه؟ بتحليها. يعني ايه؟ بتعمل لها عملية تكرير، تشيل منها الحاجات الوحشة وتطلع مية نظيفة. تعمل بقى ايه؟ تستخدمها في زراعة الاشجار والمناطق المنزرعة.
يبقى كده انا حافظت على البيئة ولا لا؟ نقول حافظنا. يبقى تاني المياه اللي هنا مالها؟ مياه تحافظ على البيئة. كمان في منطقة بتراجع وتشوف الجلود دي حلوة ولا وحشة، منطقة جودة. يعني ايه جودة؟ يعني بعد ما المنتج خلص يدخل المنطقة دي يشوفوا المنتج ده حلو خلاص هنبيعه، وحش رجعه تاني المصنع. مش هنطلع حاجة من الروبيكي اي كلام، لازم الحاجات بتاعتنا اللي نطلعها تكون تمام تمام. صعبة دي؟ مش صعبة. عايز اقول لك على معلومة مهمة قوي. لو انت قررت تروح منطقة الروبيكي في متحف هناك مخصص للصناعات الجلدية، انصحك انك تروح. يبقى تاني في متحف لايه؟ للصناعات الجلدية في مدينة الروبيكي. يبقى تاني كده يا صديقي انا وصلت لنهاية درس اسمه درس الحرف التراثية. اتمنى انك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش اشتركت، وكمان ما تنساش تحل الواجب، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. أولياء أمور وطلاب الصف الرابع دائما وأبدا في سلام، إلى اللقاء في درس جديد. أنا مستر بشوي فؤاد، شجعوني باللايك. إلى اللقاء في درس جديد، سلام.